الحقيقة احنا وجدناها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت يعني أثارت الحقيقة يعني دهشتنا جدا، لأن لقينا تفاعل كبير جدا من المصريين وكمان من العرب. الداعية الأردني طارق أبو خلف. الحقيقة احنا دخلنا صفحة دكتور طارق يعني علشان نبتدي نشوف ايه الحكاية وايه الفكرة، وليه جه مصر هنا يبدأ المشروع ده أو يكمل مسيرته في المشروع ده من مصر. الداعية طارق أبو خلف للناس البسطاء، لكل شارع أو لكل حارة. هنعرف كل التفاصيل النهاردة، بس خليني في البداية أرحب بالداعية الأردني طارق أبو خلف. أهلا بيك. اهلا فيك، الله يعزك، الله يكرمك، منور مصر بوجودك. في البداية عايز أسأل حضرتك، حضرتك داعية أردني نعم، وموجود الآن في مصر، ليه؟ يعني خلينا نكون صريحين، يعني هي مصر لا تعتبر دولة ولا تعتبر 25 دولة داخل جولز، والشعب المصري معروف من زمان يعني إعلاميا والسوشيال ميديا قوي جدا. فمصر أنا بعتبرها زي إنسان بيعدي في مكان في مراية صغيرة وفي مراية كبيرة، فمن الطبيعي إنسان إذا عايز يشوف نفسه هيشوف نفسه، بس مراية صغيرة ولا كبيرة؟ المراية الكبيرة. فمصر أنا بعتقد أنها واجهة وهي مرآة الوطن العربي، فأنا اختياري لمصر حتى أكون بكل مصداقية أول شغلي حبا وانتماء لهذا البلد الجميل الذي أعشق أرضه ونيله وأخلاق شعبه والشعب الطيب المضياف، أن أكون متواجد بين المصريين، وزي ما قلنا يعني هي مرآة الوطن العربي. وأنت مرحب بيك في الله مصر يعزك يا رب، الله يبارك فيك.